السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير البنات، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة جيدة يا رب. جيتكم اليوم بروتين خفيف ظريف فيه ريحة رمضان. اليوم كنت درت لكم المحلبي اللي طلبتوه مني بزاف بزاف. نهار حطيت الصورة تاعو في الجروب في الفيسبوك وتاني في الانستغرام اللي راني كتبتهم لكم هنايا من الفوق كما راكم تشوفوا. اللي مازالت ملتحقتش معنا في الجروب نقولها تفضلي معنا حبيبتي. وفي الانستغرام تاني ما تنساوش تعملوا لي ابوني لاني وليت بزاف اكتيف سور انستغرام. المهم يعني الروتين تاع اليوم ان شاء الله راح يكون مخالف للعادة. نبداو اول حاجة بالصلاة والسلام على رسول الله ونبداو على بركة الله. اول حاجة بديت بها هنا هي اني حطيت نعمل الغداء تاعي، يعني هذا روتين الويكند. الغداء تاعي اليوم هو عبارة عن لوبيا. ديجا انا كنت ورمت اللوبيا تاعي في الليل وفي الصباح نقولوا ورمتها ولا رنختها باش الناس كل تفهم. فوالا كنت هنايا حطيت اول حاجه بصل مع الثوم. كنت حطيت غير نص بصله برك ومعها زوز سنات تاع توم. كنت ميكسيتهم في المينياشوار، ومن بعد حطيت عليه من ملح، فلفل كحل، فلفل احمر حار اللي انا ما نستغناش عليه لانه ولفت انه الماكله تجيني شويه بيكونت، يعني ما نديرش كميه كبيره بس تجي شويه حاره تجي بنينه. فوالا وخصوصا اني ما عنديش الفلفل الاخضر، سي بور سا ندير شويه تاع فلفل حار. ضفت عليها اللوبيا، انا ديجا كنت شاركت معكم طريقتي كيفاش نطيب يعني اللوبيا. ضفت عليها ملعقه كبيره من صلصه الطماطم اللي كنت خدمتها قبل. خليت الكل جيدا يعني تقلى معايا، مرقتها. ديما نوصيكم البرمه تاعكم خليوها تتقلى مليح ومرقوها بالما سخون. شوفوا طيبوا بلا لحم بلا دجاج وسالوني بخير، تجي البرمه تاعكم بنينه عسل. فوالا انا هنايا راح نريقل المينيوتور تاعي على 15 دقيقه وخليت الغداء تاعي طيب. اونتر طون اليوم جيت لليليمون دات الكوزينه كيما تقول ماما هز مهز قلبي. فوالا جيت ليه اليوم عولت عليه سما ديجا كنت حطته في راسي في البروغرام تاعي. دونك قلت اليوم دالته هو لازمت لي نفرغ هذه الماعن الكل. اكم تعرفوا تاع نجبد ونرجع. ما نكذبش عليكم، ما عنديش وقت به نفرزه كل يوم ولا ما يكونش يعني كيما البلان دو ترافاي وديك نفرزه. بس صح هدايا اجبد ورجع اجبد ورجع حتى نجيت نطلع عليه اتخلعت منه. دونك نحيت هذيك الماعن كامله حطيتها كيما هك فوق البوتاجي فوق الطابله فوق لا كويزينيير. وجيت هنايا استخدمت هدايا اجلدا سبراي افيك جافيل. هنايا اللي تحب دير سيغاج دو بوا دير على روحها، بس حنا راح نديرو من الداخل بلو جافيل باه كومسا يبرد قلبي وننظفو مليح. وش هي بركه البنات هنايا درت بديه الهديه الفشفاشه دي ولا البخاخه ولا ليسانسيال هديه اللي دير لو بشيت هذاك. درت بها مي فينالمون قعدوا لي انا قلت دوك يشيح سي بون سما وزيد مع هدايا هذه الطبه دي اللي قاعده ندير بها كيما هك في الغبره. قلت انا دوك تنحي لي دوك لاطخاسه دي اللي كي صبيت كيما هك فينالمون والله قعدت لي في ليليمون سورتو البابه دي قعدت كيما راهي. انا قلت دوك يشيح تتنحى فينالمون قعدت لي كيما راهي. دونك اللي تحب دير كيما هك ننصحها تقدروا ديروا هذاك المحلول اللي فيه ما سخون وديروا فيه تاني شويه خل وبيكربونات ولا خميره الجاتو وشويه تاع ايزيس وديروا حطوا فيه الطرشون تاعكم ومسحوا به ليليمون تاعكم كامل باه ما تفسدوش الموبل. ودوزيامون ما يقعد لكمش متراسي كيما انا يسمى دي غلطه درتها انا نتوما ما ديروهاش. فوالا جيت هنايا لاطوال سيغي تاعي يديا ديجا نتوما تعرفوها. هذه من بدايه قناتي وهي معايا. دونك ما نكذبش عليكم كاين جهات فيها ثقب ولا فيهم ثقوب. دونك نحيتها وحطيت هذيك تاع الليمون. هذه درك ديسيديت اني نفصلها وليت خياطه ماهره واش نقول لكم، بالرغم من اني انا لا علاقه بالخياطه خلا. المهم جيت فصلتهم على قد لي ليمون تاعي باش غطيته كامل
كيما راكم تشوفوا كنت مسحته حتى هو كامل بدك سبري تاع لو جافيل وحطيته. درك انا هنا هاني قاعده نرجع في الاواني تاعي. درت هذه الجهه هذه اللي من الفوق اللي راكم تشوفوا فيها، درت فيها غير الحوايج تاع القهوه يعني دوك الفناجل، درت فيها لي بول هذوك لي شوب، المهم درت فيها كل شيء. هذيك حطيت فيها لي ريسيبيون، حطيت من هنايا تاني صحونه. نكمل يعني ليليمون تاعي كامل بنفس الطريقه. هادو الماعن كنت يعني غسلتهم كاملين البنات، يعني راني قعدت معاه جوست درت الغداء ومسحت الكوزينة اليوم، ما نكدبش عليكم ما مسحت حتى بلاصة واحدة أخرى، حتى من سريري ما عدلتوش حتى لليل. يسمى هذه الأواني دي كاملة قعدت معاها غسلتها ومسحتها وباش وليت نرجع فيهم كيما راكم تشوفوا هنا. يعني النتيجة جد مرضية وانا ما نكدبش عليكم، نفرح افون كي ننظف كيما هكا بلاصة. قعدوا لي غير هذوك البروم تاعي وتواجن لي من الفوق لي فوق لي ليمون، ما نكدبش عليكم ما نلحقش تما. ديجا درت انجاز بيسك طلعت على الكرسي وانا من النوع الخواف ونعود نترعد كي نطلع فوق الكرسي. دونك هادوكا نخليهم صح، تاني يجي الزوج تاعي هو اللي يطلع من الفوق ينحيهم لي ويمسحوا لي من الفوق. فوالا هنا كيما شفتوا حطيت الحوايج تاع القهوه تاعي كل حطيتهم في الجهه دي. هادوم لي ريسيبيون اللي نخدم معاكم بهم بشكل تقريبا يومي، يعني نخدم بهم انا بعد في داري. هنايا عفوا حطيت هادوما لي غوبو تاعي اللي نستعملهم بزاف، الميكسور البغا ميكسور والفوي. هنا حطيت هدايا الميني اشواغ اللي نستعملو برسك يوميا، تاني هبطهم الكل رجعتهم قراب ليا. هذاك البلندر تاني يحتاجوا ساعات الزوج تاعي يدير فيها عصائر هذوك الطبيعيه. هذوك لي بول وهادوما تاني نستعملهم معاكم تاني كيف تقريبا بشكل يومي، يعني هادو هم اللي ناكلوا فيهم حنايا. فوالا عندي تاني هادوما الصحونه نستعملهم ايضا بنفس الطريقه بشكل يومي. وهادوما الصحون البيضاء اديكا ما نكذبش عليكم مره نستعملهم، دونك حطيتهم هكاك فوق بعضهم. الجهه دي درتها خاصه بلي غامكان ولي فيغين كيما راكم تشوفوا هنايا. هادوم لي غامكان اللي عندي ولي فيغوري ولا الزجاجيات، يعني الكؤوس وهادوك لي فيغين اللي عودو تاع الزجاج. هادوما حطيتهم كل هنا في الجهه هذه اللي من الفوق. دركا نزيد نكمل هذه الجهه دي اللي هنا كيف نزيد نكملها وسي بون كملت لي ليمون تاعي. بالنسبه للغداء انا هنا كنت غديت بالك جويه 3 ولا 4 العشيه، بيس كنت وحدي في الدار. دونك حطيت كيما كاك تغديت لوبيا وخبز والحمد لله على النعمه. المهم هنايا راح لي المقطع، حسبت روحي قاعده نصور في المحلبي وفينالمون لقيت روحي بلي راح لي المقطع. مي بون نقول لكم ما كاين حتى مشكل، عندكم 7 كيلات تحليب معها كيلة تاع روز، سيو ديروا كيلة صغيرة برك لانه 7 كيلات كاملين تحليب دونك يجيكم كمية كبيرة. قلت لكم 7 كيلات حليب مع كيلة تاع روز مرحي خاص بالمحلبي. انا ما نكذبش عليكم ما نرحيش الروز في الدار، نشري هذاك لي سبيسيال محلبي يتباع هك بعد في لي بواط محلبي، هذاك هو اللي نشريه. سينو هذاك بعد كي تشريوها البنات والله يعني اللي مهتمات بالمحلبي والله غسات تاعو هذاك جوست تشريوه بعد راكم تلقاو طريقه التحضير فيه. ديروا هذيك ساشيه في نص اطره تاع حليب. المهم وتحطوا السكر على حساب الرغبة. أنا ديما في نص إطرة حليب نحط 4 مغارف تاع السكر، وانتي وذوق. كاين اللي حب يجي حلو بزاف، كاين اللي حب يجي موان سكري. أنا في الوسط ما نحبش حاجة حلوة بزاف وما نحبش حاجة صامتة. تحطوه على نار قليلة وتبقاو كيما هك تحركوا فيه حتى تشوفوه بدا يتقال معاكم هذاك المزيج تاعكم. من بعد كي يتقال معاكم بيان داك المزيج تاعكم واش ديروا؟ تحطوا له 2 مغارف كبار تاع ما زهر، هو ماذا بكم يكون هذاك المقطر، وكاين اللي يحطوا له ما ورد المقطر. هنا تبقى ديما كيما نقول لكم مسألة أذواق، كل واحد وذوقه وكل واحد واش يحب ياكل. هذه هي ريحة رمضان اليوم.
اللي جبتها لكم. ما نكذبش عليكم، انا في رمضان نشتي ريحه المحلبي لانه تجي فيه ريحه مزهر كيما قلب اللوز. ثم انا في رمضان من الوصفات اللي نموت عليها للتحليات هي قلب اللوز. والله كي نعود حبه حاجه خفيفه برك نحط ندير المحلبي. هنا راني طفيت النار البنات حتى نطفيو النار باه تحطوا هذاك مزهر تاعكم باه كومسا ما تروحش هذيك الريحه تاعو، تبقى ريحته هكا في المحلبي تاعكم. فوالا هنا كاين ناس اللي ما يحبوش ريحه مزهر، هذه ترجع حاجه اختياريه تاني، تقدروا ديروا ما ورد وتقدروا ما ديروش خلاه. انا جبت لي غامكان تاعي يا دوما تاع الكريم برولي، قررت اني ندير فيهم كيما شفتوا هنا. هاني نعمر فيهم نعمرهم الكل ونحطهم في الفريجيدير يبردوا. هما على الاقل خلاه تخليوهم 3 ولا 4 سوايع باه يحكم روحهم مليح هذاك المحل بتاعكم ويتكل بارد جدا. المحلبي راهو يتكل بارده البنات. فوالا من بعد تزينوه بشويه تاع قرفه وبالصحه ولهنا حبيباتي، وان شاء الله يوصلنا رمضان هذا على خير وعافيه وتكونوا كامل مجموعين مع احبابكم ونكونوا مع بعضنا هنا تاني في القناه هذه اللي نعتبرها قناه تاعكم انتوما مش تاعي انا. ونقول لكم ديما البنات الوصفات اللي تطلبوهم مني بشويه برك بربي ان شاء الله نلبي لكم رغباتكم الكل، لانه انا شاك فوا مين يكونوا عندي شويه تاع المكونات وتطلب مني واحده حاجه نديرها لها من عينيه للزوزه البنات. وش هي دعوه الخير برك وهذا مكان. وهنا جيت معاكم نطبق القش بيان سور اللي ما يفضلش خلاص باغ ماجي هاو طبق معايا القش تاعي كيما راكم تشوفوا. القش يعني ضروري انكم تحطوه في بلاصه وين تبقاو تشوفوه باه يوجعكم قلبكم وتطبقوه، سينو كنت تحطوه في بلاصه ما يبانش تخليوه يقعد حتى يومين 3 ايام. بعد ما كملت وكنا تعشينا والحمد لله غسلت الماعن نتاعي، جيت هنايا وجدت طاوله السهره اللي كانت طاوله بسيطه جدا فيها غير المحلبيه داك اللي درته معاكم وزينته بهذه الطريقه. هذيك اللي تشوفوا فيها زينتها بالفرشيطه هديه، زينتها بالفرشيطه جوست يسيفي تحطوا الفرشيطه تاعكم في شويه ما وتحطوها في كاكاو في القرفه استغفر الله وتتراصيو بها. اللي ما يحبش ذوق القرفه يقدر يحط شوكولا هذيك اللي شوكولا هذيك تاع الحليب. فوالا ومن بعد وهذه هنا درتها بالمغرفه القهوه كيف كيف نحطها في الماء ونحطها كيما هك في لي غامكان. درت شكل زهره هذيك رشيت عليها برك شويه من الفوق، وهذه درتها بالمغرف يعني فم المغرف حطيته في الماء ودرتها كيما كاك. المهم البنات كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى برك يكون عجبكم، ولا كان عجبكم اكيد ما تنساوش تبارطاجيوه عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي. نحبكم ونموت عليكم يا اغلى ناس. ما تنساوش دعمي وتشجيعي باكبر عدد من اللايكات والتعليقات. ايضا نقول لكم اتهلاو في روحكم ونلتقي مع فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.